بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. هعمل معاكم بقى النهارده محشي كرنب. محشي كرنب انما ايه عظمه. دخلت الشتا بقى والكرنب لسه طالع جديد ولازم نعمل. هنبدأ بقى مع بعض. اول حاجه هنجيب ميه هتغلي معانا على النار في حله، وهنحط هنحط اللهم بارك معلقتين من الملح. وهتحطي الورقة يعني كام ورقة كده مع بعض من الكرومبة. بعد ما هتفتحيها من فوق، كل لما تحطي ورقتين تلاتة مع بعض يا دوبك تحطيهم، مفيش ما يكملش نص دقيقة، وطلعي وحطي. على ما تطلعي تحطي، على ما تطلعي ما تخليهوش يقعد كتير في المية عشان ما يتهريش معاكي. لازم انتي بتطلعي بتحطي، مفيش مش هتكملي يعني 20 ثانية تقريبا، وتطلعي وتحطي وتطلعي وتحطي. بس كل دوت بالطريقة السهلة جدا دي هيطلع معاكي اللهم بارك احسن ورق، مظبوط جدا، وعمره ما هيبقى إيه معاكي يتقطع منك، ولا هتلاقيه يتهرى منك ولا اي حاجة. سامحوني عندي برد وصوتي متغير شوية، معلش عفوا، بس غصب عني بقى. هتروحي جايه بقى ما شاء الله، بعد ما تعملي الكميه كلها هوريكي مع بعض هتتقطع بطريقه سهله وجميله ازاي، بسرعه خالص. وانتي واقفه على ما تحطي وتطلعي بتعمليه. ما بياخدش منك 10 دقايق اللهم بارك. بتقطعي من النص زي ما وريتك، وتقطعي على على 3 مرات، وتقطعي بس كده ورا بعض ورا بعض. انا مسرعه الفيديو شويه بس عشان الفيديو طويل. انتي بتروحي جايه زي ما قلت لك اهو، النص اهو بتاخدي العين اللي في النص دي تشيليها خالص، وتروحي جايه حاطه على بعضه كده. ايوه، حاطه مقلي على بعضه وتقطعي بس، تضميه على بعضه وتقطعي. وكل صف بيتقطع ورا بعض ورا بعض، يعمل معاكي حوالي 5 ورقات. مفيش اسهل من كده اهو. العنقه بالسكينه، وتروحي جايه لفه كده بس اهو. ما شاء الله، تقطيعه خطير والله بجد. انا عملته ما شاء الله. هو الكرنب لسه طالع جديد فورقه بيبقى رقيق شويه. حطيت معاكي هنا البصله بالطماطميه، ضربها في الكبه زي ما احنا متعودين ان انا بضرب دايما البصلايه بطماطميه علشان بتبقى طعمها مسكر وحلو. تمام. حطيت ماده دهنيه وبعدين البصله اديتها يا دوبك بس تشويحتين تلاتة، ورحت جايه حاطه عليها الطماطم بتاعتي مضروبه في الخلاط بقشرها. تمام. الطماطم بقشرها. المحشي ما بنصفيش الطماطم بتاعته. تمام. هنستنى بقى مع بعض لحد ما تتسبك معانا. اتسبكت معانا الصلصه يا اللهم بارك. هنحط بقى معلقتين من الفلفل الاسود، المعالق الصغننه بتاعتي دي. معلقتين من الكمون، شطه حسب الرغبه، وطبعا ملح حسب الكميه بتاعتك. ماشي. وعندك خلطة محشي حطي، ما عندكيش ما فيش اي مشكلة. هو كده حلو قوي يعني. اهم حاجة فلفل وكمون وشطة وملح. هي ديت انا عاملة كمية كبيرة، فانا بحط ملح على قد الكمية اللي انا عاملة. وثلاث ربط خضرة، طبعا شبت وكزبرة وبقدونس. شبت وكزبرة وبقدونس. لو في حاجة منهم مش موجودة عادي يعني، هتمشي حالها، بس الأحسن يكونوا التلاتة موجودين. كل حاجة فيهم ليها نكهة مختلفة. الشبت بيدي ريحة تحفة، الكزبرة بتدي ريحة حلوة، البقدونس بيدي فايدة. تمام. فهو يعني التلاتة يفضل، التلاتة شبت كزبرة بقدونس. ويا ريت ما ندبلش الخضرة قوي عشان تفضل ريحتها حلوة، وتدي ريحة حلوة للمحشي. ريحة حلوة للمحشي مع كمان طعم حلو. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. هنديها غلوتين كده برضو. بصي كده خلاص، انا الصلصة معايا بقت مظبوطة مية مية. هكمل بقى نحط الرز مع بعض. غسلنا الرز بتاعنا والكمية اللي احنا عاملينها، ونروح جايين حاطين ونقلب، نقلب لحد ما يتشوح معانا. تمام. الرز ممكن ينزل مية شوية، فانتي بتشوحي الرز شوية لحد ما يشرب ميته خالص ويبقى متشوح معانا. الخضرة برضو بتنزل مية معانا، فاحنا بنديها بس تشويحة كده لحد ما تنشف، اللي ما يبقاش فيه اي سوائل. مش عايزة فيه اي سوائل. تمام كده حلوة قوي. وعايزاه برضو يبقى جوسي كده مش ناشف. مش عايزة ال الرز معايا يبقى ناشف. ايوه كده اللهم بارك، ولا طري ولا ناشف. تمام. الكرنب طبعا فيه تكة كده هوريها لكم برضو واحنا بنعمله. احنا بقى مع بعض اهوت. خلاص خلصنا الرز، هنبدأ بقى مع بعض الحشو.
تمام. هنجيب الحله بتاعتنا الشقيانه دي، وهنجيب العنق اللي احنا قطعناه من الورق، ونجيبه ونقطعه كده بالطريقه اللي انت شايفاها دي، حتت صغننه حتت صغننه، ونحطه في الحله من تحت علشان بيدي طعم تحفه اللهم بارك، وكمان ما يخليش المحشي يشيط معاكي. انتي بتسوي بتوطي نارك وبيبقى مظبوط مية مية. بتلفي بالطريقه دي. بصي الورقه خفيفه ورفيعه عشان الكرنب لسه طالع جديد، بس رهيب والله، كانت بجد بألف هنا وشفا، تحفه. كان مسكر جدا. وما تنسينيش بقى في لايك وشير لو عجبك. انا طبعا الصيف عملنا ورق عنب كتير وبتنجان وكوسه، بس النهارده برضو هنعمل ورق عنب وبتنجان وكوسه مع الكرنب برضو علشان انا ولادي بيحبوه، وفي ناس بتحب الكرنب قوي، في ناس بتحب البتنجان، فبنحاول نرضي كل الاذواق يعني، ما نزعلش حد، نرضي كل الاطراف يعني. تمام. هنعمل معانا انا هو خلاص لفيت معاكي الحله الدائريه زي ما وريتك كلها. والبتنجان انا ما عملتوش معاكي، ولا ورق العنب والكوسه عملته قبل كده في كذا فيديو، لو انت عايزه الطريقه هتلاقيها في الفيديوهات كتير جدا عندك في القناه، عندي موجود كل حاجه. انا حاطه بقى هنا المحشي طبعا زي ما عودتكم، محشي الحله الواحده رهيب يا جماعه، بياخد من طعم بعضه وبيطلع زبده، حرفيا طعمه بيبقى خرافه بجد بجد، اللهم يعني اما بارك، طعم تحفه تحفه. عفوا، بقول لكم عندي برد والله، عفوا انا اسفه. إيه، هتسقي بقى الشوربه كده زي ما احنا بوريكي كده، وزي ما عملنا قبل كده كذا مره، بنسقي الشوربه وهو على النار. هو على النار دلوقتي ماشي. اول ما بنحط الحلل على النار، تحسي ان الحله كده بدات تعمل صوت، ابدأي بقى اسقي الشوربه. ما تسقيش الشوربه والشوربه طبعا سخنه، الشوربه بتاعتنا سخنه. احنا خلصنا الكرنب معانا واللفه كلها. بصي بقى دي التكه بقى، التكه بقى هنا في الصلصه. تمام. انا كنت عايزه اقول لك بس الفيديو فاجئني بقى. احنا جبنا هنا بقى معلقتين من الصلصه او معلقتين من الطماطم، بتبقي حايشاهم بقى على جنب، وتحطي فيهم ايه شويه شوربه صغيرين كده، وتروحي جايه حطهم بعد ما تسقي المحشي، ويبدا المحشي ان هو يبقبق معاكي كده، وتحسي ان هو بدا ان هو يغلي، تروحي جايه حاطه على وش المحشي اللهم بارك شويه الصلصه دول. انا عارفه الطريقه دي من واحده قريبه بابا الله يرحمه، كانت صعيديه، هي عرفتني الطريقه دي بجد، ومن وانا صغيره كان تقريبا عندي 17 سنه، ومن ساعتها وانا بقيت اعمل المحشي بالطريقه دي. لما بتحطي شويه صلصه على وش المحشي كده بيخلي المحشي زبده بجد. التكه دي هتفرق معاكي قوي. اعمليها ولفي الحله دائريه كده زي ما انا لفيها، واعملي شويه صلصه حطيهم على وش الحله، وكلي احلى محشي كرنب بالهنا والشفا. ده بقى المحشي الحلو بتاعنا اللي كله في حله واحده، بتنجان وكوسه وورق عنب، كله خلطه بيتك، بس الطعم خرافه صدقيني والله بجد بجد. هتشوفي واكتبي لي في الكومنتات لو انا بقول اي كلام، لو انت عملتيه وجربتيه هيعجبك جدا جدا. وما تنسينيش في لايك وشير وكومنت حلو كده، ما تنسونيش لاني محتاجه فعلا دعمكم، وعشان اكبر بيكم ونفضل مع بعض مكملين. ونفسي بجد 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 ان مشروع القناه بتاعتي ده ينجح، لاني انا حابه الموضوع، وبجد بتعب جدا فيه، وعلى ما بعمل وبصور انا بعمل كل حاجه، الاكل والتصوير وكل حاجه وانا بعمل، فالموضوع يعني تعب عليا شويه ومرهق عليا شويه، بس ان شاء الله انتوا هتفضلوا فاكريني ومش هتنسوني، وهتعملوا لي دعم ولايك وشير. شكرا كتير ليكم. البتنجان بقى انا حطيت بقى ايه، هما الولاد جعانين، فانا قلت لهم هغرف لكم على طول ايه الطبق دوت بقى، بس ايه اصوره كده. فحطيت بقى كله على بعضه كده، الكرنب تحفه تحفه، مسكر خطير خطير. والطماطميه دي لما بتتحشى تكه رهيبه بجد، بتبقى طعمها تحفه. الكرنب زبده، بس هو سخن وانا مش عارفه امسكه وهو سخن قوي. والكوسه رهيبه رهيبه بجد. والبتنجان كمان بصي لونه جميل ازاي، موفيه حلو كده وبجد رهيب. والفرخه المحمره بتاعتنا دي هنفترسها دلوقتي، بس اوريكم بس. وكله جميل بجد، بألف هنا